تعالي يا بهية، حط اللحمة على الخضرة وهنملى البيت خير وبركة. ازاي؟ هقولك دلوقتي. هاتي الاول كده معانا كده حتة لحمة مفرومة، قولي بقى ربع كيلو نص كيلو حسب المقدار اللي احنا هنعمله. زي ما احنا متعودين هنضاعف الكمية. يلا بينا. بصوا زي ما انتوا شايفين بشوية لحمة مفرومة وشوية خضرة عندنا شبت وكزبرة هنملى البيت خير، وهنعمل أكلة من التراث القديم يا جماعة، بنحبها جدا 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 وما بناكلهاش غير من السنة للسنة. أنا مش عارفة ليه بصراحة. طب يلا بينا بلاش كلام كتير، يلا نخش على المقادير. أول حاجة كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في وصفتنا على طول. تنسيش تعملي يا بهية لايك وشير للفيديو والكومنت الحلو بتاعك يا أحلى بهية في الدنيا. أول حاجة هنا عندي ربطتين حلوين كده محترمين من الخضرة اللي هي كزبرة وشبت. تمام كده، قطعتهم كويس زي ما انتوا شايفين كده، أي تقطيع عشوائي. هنجيب كمان هنا عندي بصلاية كبيرة كده تكون حلوة أو بصلتين متوسطين، لكن أنا البصلاية دي كانت كبيرة فحطيت واحدة بس كفاية. برضو هنقطعها كده مكعبات عشوائي وارمي في البولة جنبك. وتعالي لسه هنشوف هنعمل ايه. تعالي بقى نجيب قرن فلفل حلو كده، ويا حبذا بقى لو كان الفلفل ده فيه يعني ايه شطشطه شويه ولا كان سبايسي، بيدي طعم للوصفه بتاعتنا حلو جدا. ولكن انا بصراحه حتى الفلفل ده جبته وطلع بارد، ما علينا. تقدري تحطي سبايسي، تقدري تحطي بارد، اللي انت حباه هتعمليه. كمان هنجيب هنا حوالي 3 فصوص من الثوم كبار كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله الثوم كان كبير وحلو فحطيت 3 فصوص بس. لو الفصوص صغيره هتحطي حوالي 5 6 فصوص من الثوم. قطعتهم بالشكل ده، وبرده نزلنا على الخضار بتاعنا بالشكل ده. طيب هنا بقى عندنا ايه؟ هنا عندنا نص كيلو رز مغسول كويس جدا ومتصفي حلو قوي وفرمناه في الكبه ناعم. تمام كده، اظن كده انتوا كده بدأتوا تعرفوا احنا اكلتنا النهارده ايه. عندي هنا كمان بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه هنزل بيها على كل المكونات بتاعتنا اللي احنا عملناها مع بعض. تمام كده، تمام. هنزل كمان بمعلقه صغيره من الكمون الناعم زي ما انتوا شايفين. هنزل كمان بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنظبط بقى حوالي كده معلقه من الملح. ما تزوديش ملح قوي علشان لسه الصلصه بتاعتنا هيتحط لها ملح. تمام، بس كده كده كل المكونات معانا بقى. نص كيلو رز، نص كيلو لحمه مفرومه، حزمتين، واحده شبت واحده كزبره، وقرن من الفلفل، وبصل وتوم. تمام يا بنات، وحطينا بقى ملح وفلفل اسود وكمون. هبدأ بقى هنا عندك الكبة تفرمي، عندك مفرمة زي كده هتحطي كل الخليط ده فيها. انا ما شاء الله هي خدت مني وش واحد وبقى كانت ناعمة جدا وحلوة. تقدري لو انت حسيتي ان هو خشن معاكي تديها وشين في المفرمة وهكذا يعني. المهم احنا عايزين الخليط بتاعنا يكون ناعم، لان هي دي الكفتة الرز المصرية بتاعتنا الأصيلة. تمام، اللي احنا مش عارفة ليه ما بناكلهاش من السنة للسنة، غير زي ما قلت في الفيديو في اول الفيديو يعني ان احنا بنعملها دايما في الأعياد، مع انها مفيدة جدا جدا للأولاد على فكرة، وتقدروا تعملوها وزي ما قلت لك بتملى البيت خير، وفيره جدا جدا. انا هنا حطيت كميه متساويه، تقدري ان انت تزودي الرز لو انت عايزه. يعني انا حطيت نص كيلو رز على نص كيلو اللحمه. تمام، تقدري تحطي نص كيلو اللحمه على كيلو من الرز او كيلو الا ربع، براحتك خالص. هنا خلاص زي ما انتم شايفين كده نزلت بالمكونات بتاعه الكفته بعد ما فرمتها. ما شاء الله بصوا بقت ناعمه جدا معانا وسمكها حلو قوي زي ما انا بوريكم هنا. بصوا ناعمه جدا جدا. هاخدها بقى احطها في التلاجة حوالي بس 10 دقايق تتشمع، او في الفريزر على بال ما نعمل الصلصه بتاعتها بالشكل ده. انا سبتها تتشمع كده في التلاجة شويه علشان لما اجي اصبحها معايا ما يعني ايه تبقى ماسكه نفسها. هبدأ هنا بقى عندي هنا شوية زيت كده على النار، يعني شوية زيت حلوين كده حوالي 3-4 معالق زيت. هنزل بيهم ببصلاية كبيرة مفرومة مع فصين توم مفرومين. تمام كده، هديهم تشويحة على النار لغاية لما يبقى هو ده اللون بتاعنا المناسب، اللي هو اللون البني الفاتح. بس كده. وبعد كده عندي هنا عصير طماطم، انزل بقى هنا بعصير الطماطم زي ما انتم شايفين كده، وهغطي عليها بقى لما تاخد كده غلوتين مع نفسها وتبدأ تتسبك. هبدأ ان انا ابهرها. وتعالوا الاول كده نشوف بقى الكفته بتاعتنا. بصوا شكلها جميل جدا جدا، وكمان سمكها بصوا حلو قوي. عايزه اقول لكم طبعا لما اتحطت كمان في التلاجة زي ما قلت لكم 10 دقايق، لو انتوا لاحظتوا بصوا ماسكه نفسها كده وحلوه، فتقدري ان انت تصبعيها. عندي هنا بقى شويه من الزيت في طبق كده، وهبدا بقى هنا عندي طبق بقى او صينيه برضو مدهونين بالزيت، وهتبداي تصبعي الكفته بتاعتك بالشكل ده. بصوا جميلة جدا. ازاي تعرفي ان هي ناجحة؟ لما تلاقيها ناعمة في ايدك كده وزي الفل، زي العجينة بالظبط.
يعني ولا بتشقق معاكي ولا اي حاجه، تعرفي ان هنا الكفته بتاعتنا زي الفل. طيب هقولك برضو على حاجه كده ممكن تحصل معاكوا برضو، يعني وهقولها برضو ممكن تستفادوا بيها. طب لو انتوا دلوقتي مثلا واحده بنوته لسه بتقول مثلا انا عملت الكفته وطلعت صيصه قوي معايا وسايبه وباجي اني انا اصبحها ما بعرفش، طب هقولك دلوقتي تعملي ايه. هتحطي معلقتين من الدقيق وهتعجنيها تاني، هتلاقيها ربطت معاكي تمام كده. تعالي بقى بصوا بقى ما شاء الله الكميه عملت معانا قد ايه. انا هنا خلصت خلاص، عايزه اقول لكم ما شاء الله عملت كمان طبق تاني صغير زي الطبق الصغير اللي قدامكم ده. يعني الكميه اللي احنا عملناها عملت معانا كميه محترمه جدا. حطينا زي ما قلنا نص كيلو لحمه على نص كيلو رز، طلعوا معانا الكميه الوفيره دي. عندي هنا بقى زيت كده على النار، اول ما يسخن حلو جدا هنبدا ننزل بيه بالكفته بتاعتنا بالشكل ده. طبعا الكفته دي معروفه بتقلب ريحه العماره وبتقلب ريحه البيت، حاجه كده بجد خطيره. عايزه اقول لكم قولوا لي بقى مين زينا كده. بصوا جمالها بقى يا بنات، شايفين؟ بصوا بقى الشكل، ولا مفككه معانا ولا دايبه ولا فيها اي حاجه. الصباع اهو زي ما انتم شايفين ماسك نفسه، والله اكبر عليها زي الفل. طيب ما قلتلناش يا رشا اللحمه دي ايه؟ اصل احنا عارفين دايما ان الكفته بتتعمل بلحمه جملي. لا يا حبيبه قلبي، بصي اي لحمه عندك اعملي بيها، انا اللي بقولك. بصوا كمان ماسكه نفسها هنا وجميله جدا ازاي، بس بقول لكم بجد جميله وماسكه نفسها وزي الفل اهو. اي لحمه عندك، بقري، جاموسي، اي نوع لحمه، حتى لو كانت لحمه مستورده اللي هي المستورده اللي هي بتتباع في السوبر ماركت، اي نوع لحمه يا حبيبتي اعملي بيه هتطلع معاكي زي الفل زي ما انت شايفه. دي انا عاملاها بلحمه بقري عاديه تمام اهي، فمش لازم الجملي يعني، لا مش شرط. فزي ما انت شايفه كده. كمان عملت هنا بقى شويه كور كده للولاد بيحبوني اعمل لهم طاسه كده بالشكل ده. وزي ما انا كده وريتكم الكفته طالعه معانا متماسكه وجميله جدا جدا، وعايزه اقول لكم ريحتها كانت قلب الدنيا. وكمان انتوا عارفين بقى ان يعني الكفته دي بتتعمل على بال ما بنيجي نخلص الوصفه بيكون نصها اتاكل تمام. تعالوا بقى كده نشوف شكلها، بصوا الجمال، ماسكه نفسها خالص، مفيش صباع مشقق ولا مفتح ولا متكسر ولا. بصوا انا اهو بقطمها كمان بايدي، كانت سخنه جدا هنا على فكره تمام. هنا خلاص بعد ما حمرت بقى الكفته بتاعتنا، هنا الصلصه بتاعتي كانت جهزت خلاص. تعالوا بقى كده نشوف هنحط التوابل بتاعتنا عباره عن ايه. التوابل بتاعت الكفته عباره عن ايه؟ معلقه من السكر صغيره، مكعب من المرق، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكمون، وظبطنا الملح بتاعنا حسب الرغبه بتاعتكم تمام كده. بس كده، وقلبي بقى يا حبيبتي كده، ولا اي افتكاسات ولا اي بهارات زياده ولا الكلام ده يا جماعه. دي الكفته الاصلي، مش هنقعد نحط بقى احنا بهارات قد كده. ولو عندك بهارات لحمه ممكن تحطي نص معلقه كده بهارات لحمه عادي، ولكن يعني ما تحطليش بقى بهارات خارجيه تانية تغير طعم الوصفه تمام. هنزل بقى هنا بعد ما حطيت البهارات، نزلت كمان بالكفته بتاعتنا، شايفين جمالها؟ بس كده هتبدأ بقى هنا اسيبها تاخد بقى غلوتين معايا وتستوي. هقول لكم على معلومة مهمة جدا، خدوا بالكم، لان اللحمة الجملي لما بتتعمل كفتة الرز باللحمة الجملي بتاخد سوا واحنا واخدين على كده. لا، لما بتتعمل باي نوع لحمة تاني خدوا بالكم ما بتاخدش سوا على النار، لحسن تسيبيها وتسهي عليها وتيجي في الاخر تلاقيها شوربة في قلب الحلة. بصوا هنا ما شاء الله عليها جميلة ازاي، ولا صباع مفكك ولا فيها اي ولا دايبه ولا اي حاجه، خدت السوا. هوريكم السوا، بصوا الجمال اهو، الصباع بصباعه مستويه وزي الفل. وعملت جنبها بقى شويه رز بالشعريه، وبصوا انا بوريكم هنا ان هي دايبه دوب، جميله جدا دايبه، وكمان ماسكه نفسها وزي الفل، وبلحمه بلدي عادي مش جملي والله، بلحمه عاديه تمام. كمان فاكرين الليفت اللي انا كنت عاملاه معاكم الاسبوع اللي فات؟ اللي ما شافش الفيديو ده يروح يشوفه. عايزه اقول لكم بجد زي العسل، طلعته اهو عشان قلت لكم المره الجايه لما اجي استخدمه ان شاء الله هوريه لكم. بصوا الجمال، يا سلام بقى على الاكله المصريه الاصيله دي، كفته الرز بالرز والشعريه وكمان شويه الليفت العسل دول. يا رب يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش يا باهيه لايك وشير للفيديو، وكمان متابعه في الصفحه.